السلام عليكم حبايبي متابعيني، شلونكم واخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم جايبت لكم شكرلمة فتشي طيبة جدا وطعمها وسهلة وموادها متوفرة بكل بيت. أبلش بالمقادير. مقادير مو إنه المواد اللي حسب أفراد العائلة، لا، هاي حلويات، هاي لازم تكون تضبطون المقادير. عندي هنا كوب ونص، وأي كوب أي قلاص أي شيء تستخدميه وأي حجم تستخدمينه بالمواد كلها. هنا عندي كوب ونص لوز مطحون، ممكن تجيبين لوز، أي لوز، هذا اللوز اللي بقشورة هم يصير، حتى بقشرة يصير، وتطحنيه بالطاحونة، وممكن تخليه شوي خشن بكيفك. أنا هنا جايبة جوز مطحون جاهز، وهذا موجود بكل مكان ومو غالي. كوب ونص لوز مطحون. هنا عندي طبعا إذا تجيبينه لوز وتحمصيه وتطحنيه يطلع أطيب، أنا أشوف أنه بالبيت شغل البيت أطيب، بس أنا عندي هذا جاهز سويت منه. عندي هنا كوب ونص طحين، يعني كمية الطحين بكمية اللوز. ممكن تزيدين اللوز وتقللين طحين، أو تزيدين الطحين وتقللين اللوز، هم يصير، بس لما يصير طعم اللوز طاغي سويه نص بنص، يطلع كلش طيب، ويطلع متوسط، ما يطلع أكثر شي لوز، لا، يطلع فد شي يعني هيك مقرمش وفالطعم كلش طيب. عندي هنا أنا نص كوب دهن أو سمن حيواني، سمن نباتي، كل شي يصير. وعندي هنا نص كوب سكر مطحون، والسكر تقدرون إذا تحبون تحلوه أكثر تقدرون تزيدون سكر مطحون. إذا ما عندي سكر مطحون طحني سكر ونخلي وخلي، حطوا وياه خاشوقة نشا، لأن هو هذا اللي بالسوق الجاهز مطحون وياه شوية نشا عمود ينفش. فإذا ما موجود هذا أحكي، إذا موجود خير على خير. نص كوب سكر مطحون، مو سكر عادي. هنا نجي للمطيبات. عندي ملعقة شاي هيل، ملعقة كوب فانيليا، ملعقة كوب بيكنج باودر، وهنا صار الملح جوه رشة ملح، ضروري رشة الملح. وهنا عندي ملعقة كبيرة زبد. الزبد ضروري حتى هيك تتماسك العجينة، ما بيها تشوفوها ما بيها أي سوائل. راح نبلش بطريقتها سهلة، ويعني خلال ربع ساعة تخلص، وإذا عندك ضيوف ويا القهوة ويا الشاي فتشي. وخلينا نبلش بالطريقة. وأول شي أخلي المواد الجافة، لوز، خليت السكر وخليت اللوز وخليت الطحين، المواد العطرية والبيكنج باودر. الهيل ممكن تستغنون عنه وتخلون بس بيكنج باودر، ممكن تخلون طعم اللوز يصير، بس الهيل طيب وياه. نخلطها هيجي على الناشف أول شي، للسهلة وطيبة بشكل. وراح نضيف السمن، أي نوع عندكم تحبوه، وإذا ما عندك بس زبد هم يصير، بس هو السمن أفضل لأن ما بيه مواد سائلة مثل الزبد بيه حليب عادة. وأكو نوع من السمن يصير لونه أبيض، هذا هم بعد أفضل إذا موجود. ونخلط. وهنا أنا بعد ما خلطناه، يعني مو بس مثل يعني تبسونه مثل الكليجة، لا، أسهل هاي الطريقة. يعني هذا النوع من الكعك أو البسكوت أسهل بهواية من الكليجة. هسه نبلش نعجنه بالزبدة. بأطراف أصابعك، ما يحتاج تعجنيه مثل البس، هيك تبسينه إلى أن تلتم العجينة. وهاي بنات بعد ما
عجناه بس ما حطينا له أي هذا، بس الزبدة والدهن. صار بهالشكل. هسه شوية خليه يرتاح 10 دقايق وأقصصه. وتسهيل يعني القص مالته هم كلش سهل، ما يحتاج لقوالب، ما يحتاج لأي شيء. وإن شاء الله راح يعجبكم. والطعم ما أحكيلكم، يعني أنا أسوي لكم شغلة إذا ما جربتها والكل يمدح بيها ما أسويها ولا أعرضها بالقناة. وهسه أخليه يرتاح وأرجع لكم بعد 10 دقايق. وهاي متابعيني بعد ما ارتاحت العجينة خليت هنا، راح خليت شوية لوز، راح أكمل بعد شوية لوز مطحون. بالنسبة للسويد هنا هذا آخذه من الليدل، هذا 200 جرام وزنه، ورخيص وكل مكان موجود بالأسواق السويدية والعربية، وحتى بالعراق من رحت شفته. راح أسوي طوبات صغار هالشكل، حجم اللي تختاروه، بس حاولوا شوية تصغروها لا تكبروها لأن هي شوي تنفش. هالشكل أخليها هنا. وهذه نفس الشي، يعني عينك ميزانك أو توزنيها إذا عندك ميزان. هالشكل تلوثينها باللوز. وهاي الشكر لما خلصت تقريصها سهلة جدا، شفتوها كل سهلة. خليتها لوثتها بالطحين اللوز. راح أخليها على فرن. طبعا حميت الفرن قبل ربع ساعة كان الفرن يشتغل إلى أن يحمي مضبوط، وبعدين تنصونه تسوونه على 200. 10 دقايق بس شوية يصير أشقر تشيلونه. إن شاء الله راح أراويكم النتيجة بعد ما تطلع من الفرن. وهذا متابعيني شكرلمة اللوز جهزت، طيبة جدا وطعمها فتشي راح يعني فعلا يستحق التجربة. ممكن أي نوع من المكسرات، ممكن جوز، ممكن فستق سوداني، ممكن كازو، بندق، كلها تصير. طحنوها إذا ما عندكم مطحون، طحنوها بقشورها تصير هيك، تصير سادة. ممكن تحمصوها تصير أطيب، يعني إيش ما تسووها تصير هذه سهلة جدا وطيبة، وأتمنى تعجبكم إن شاء الله. شوفوها الهشاشة مالتها، خل أراويكم إياها. شوفوا شلون هيجي فتشي يعني. والطعم ما أحكي لكم، يعني تجربوها وإن شاء الله راح تعجبكم وتدعوا لي. أتمنى لكم كل الموفقية، ولا تنسون الدعاء الوالدية بالرحمة، وفي أمان الله.